الو يبيعون من هذولا كيل سوق 3 أبها. الله ولا طلاله ما شاء الله تبارك الله رب العالمين. اللهم لك الحمد يا رب. هنا جلسة اللي بيجلس وين أجلس في هذا ده. صباح الخير من سابا في فيتنام. الله 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 الله. اللهم انا نسألك الجنة يا رب. ايش المنظر هذا، لا اله الا الله. يا الله نسألك الجنة يا رب. الله اكبر. شوف 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 ما شاء الله تبارك الله. وهنا وصلنا عند الحجارين اللي يسوون البنايات والحجران حقت الجدران. الله الله يا بلادي. المعزة نحن ندور خروفنا ذبحه عشان نسويه طبختين، نبغى هرشي صغير. جابنا عند محل حديقة حيوان، يقول تلفته في الحديقة ما هو في العلوم قلنا نبغى ذبيحة ناخذها. هلو قلنا نبغى ذبيحة ناكلها، قالوا ما عندنا في فيتنام أحد يذبح. وقفة في مونا. هذا المكان يقصدونه الناس لأجل القهوة والاستمتاع بالإطلالات. إطلالة في هذا المقهى الجميل. يلا نطلبكم من حظ عندك سبحانك ما هو بحظ رديان الحظوظ. الله يا ربي إنه في وجهك، والله لا هو بفهمنا ولا قوتنا ولا عضلاتنا، إن التوفيق من الله سبحانه، هو الهادي إلى سواء السبيل. بسم الله. والله اني بغيت اطيح. هذول الحجارين اللي قبل شيء سووا زي هذه. ناخذ جولة في هذا المكان الجميل، جولة سريعة ما بنطول. هنا عندهم التمثال المرأة الفيتنامية والمالية في نفس الوقت. هنا عندهم تجربة ثانية جميلة جدا اللي هي تجربة الجسر المعلق. والله بصبر عليه والله في النص. والله مخيف، والله مخيف. نكمل من تجربة الله ونروح للوضيحي الأبيض. هذا الوضيحي، يعني تجي هنا تتصور مثلا أو أحد يصورك مع الوضيحي هذا، أنت قايم عنده. أشهد أن لا إله إلا الله. هنا عواليق مراجيح معلقة. شو مزارع الرز تحت هناك، لا إله إلا الله. هنا زي البيانو كذا يجلسون عليه، يخشون عليه يمشون مشي يعني على البحيرة. هذه بحيرة صغيرة. هناك فيه اليد هذه برضه تعبر عن مثل ما تقولون حرية أو شيء زي كذا. هنا برضه حداين مقلوبة، نقطة التقاء
السماء بالأرض، كأنها قوارب وصلت على بعض والاثنين يجلسون يعني يسولفون. فيها فكرة والله. هنا بوابة ما أدري شي بوابته، لكنها بوابة يعني تعني لهم شيء في فيتنام. الممر كذا في نهاية الممر. شو الفكرة؟ يا أخي يصنعون من الشيء البسيط شيء عظيم. في هنا تصوير، ويعطيك الورقة حق التصوير مباشرة، فوتوغراف. يعني كان معاهدة يعني بين شعبين أو ثقافتين وصلوا بالبواخر والأرض تحتهم. في فكرة تقدر تصنع فكرة منها أكثر من شيء. البنوتة هذه، هناك فراش مدري إيش. الله، يا سلام يا سلام يا سلام. شو البساطة، شو الزهور، اختيار الزهور، اختيار الممر، اختيار الحجر، اختيار الفكرة. والله صراحة شكرا لكل مبدع على وجه الأرض، قسم بالله. هذا ممر خلفي كذا، ثم تنتهي الفعالية هنا ويبدأ هنا أهل القرى والمزارع. شوف الرجال قاعد يزرع في حقله، وهنا ناس قد حفروا وزبطوا الرز. شوفوا العثرب حقهم يا جماعة، ما شاء الله. شوف العثرب حقهم كيف الزهر حقه. طبعا هنا يستعرضون بالزي الفيتنامي الشعبي نسوانهم. هالو باي باي سانشا، جود باي باي سانشا. فترة تسوق في السوبر ماركت. لا إله إلا الله. صيدلية على هذا العصير يا جماعة مجنون، عصير يوسف، بسم الله ما شاء الله والطعم. شوف المكتبة اللي عندهم طلاب أو شيء هنا. وهذه دخلة الجسر والفعاليات والبحيرات والورد اللي يقفل على العالم. مضاربة في كل مكان. ابن حور صور. شو الجلسات؟ شوف ترى مقهى هذا، حطوا الغرايس وحطوا الدنيا وبسطوا. اجلس وريح نفسك واستجم في المكان، والبحيرة جنبك وما شاء الله تبارك الله.
تعرفون اللعبة ذي؟ تعرفون اللعبة ذي؟ يلعبونها برجلهم ما شاء الله عليهم. عرفتوها؟ هذا لعيب. أجمل رحلة ممكن تعيشها في الحياة مثل هذه الرحلة اللي في هذه المناطق الجميلة والمناظر الزاهرة. عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة لك في الحياة. صح عندك هدف بعيد تبغى توصل له، دراسة، زواج، بناء بيت، مشروع، اللي هو بتوصل هدفك بإذن الله في الأخير، بس إنك استمتع بكل لحظة تعيش فيها إلى أن توصل ذاك الهدف. لا تكون تفكر بنفس عقلية السمكة. تدري وش عقلية السمكة اللي ماتت في أجمل مكان بجوار النهر، مع أن الموية جميلة والمكان جميل ويمكن حتى الأكل جميل اللي كانت تاكله. ما ندري هل كانت تستمتع بأجواءها ولا خلاص جتها اللحظة اللي تنتهي فيها. عشان كذا الله سبحانه ما يطالبنا أن ننتظر لحظة الجمال ونعيشها بجمالها في الجنة بس، حتى الدنيا تجيك لحظات في الدنيا جميلة، استغرق في اللحظة الحاضرة وعيش جماليات الحياة. والحياة حلوة وجميلة طالما أنك تشوفها بعين الجمال. سابع من جاها ما سابع. كونك تجي وتاخذ فكرة وثقافة، صدق انه يعني شوفوا هذا الدردبوش، تعرفون الولد الدردبوش كان موجود عندنا ولا يزال. خلوكم الدردبوش، شوفوا الحركة هذه اللي في الأشجار اللي يسوونها في الأشجار، أتوقع كثير من الناس كان يسويها. الفكرة في الحركة هذه انك ما ادري هي تقضي على ميكروبات او شيء، المهم تعالج الشجر، تعالج الشجرة. ففكرة اكيد انها نقلت من مكان الى مكان، فانت استفد دائما من الاشياء اللي تنقل من اي ثقافة ومن اي مكان. والحكمة ضالة المؤمن، ان وجدها فهو حق بها. شوف المنظر، بدأ ينزل الضباب والسحاب والغفير من فوق الجبال، جبال قصيرة ما هي طويلة مرة، على وسط البحيرة في التاون سنتر أو في نصف المدينة يعني. الله الله. الآن يقولون المنظر اللي يعكس الفنادق في البحر، البحيرة. صراحة منظر، والله منظر، حتى الكلام معكوس. ما أجمل قمة ذاك الجبل. شفت، تتمنى انك فوق راس ذاك الجبل، صح؟ والله ما ظنيت. في اشياء كثير في الحياة وهي بعيد جميلة، خلها بعيد لكن في اشياء اذا قربت منها اكثر ودك انك ما قربت منها اكثر، لا تطلع مخيفة في البداية، لا حتى في النهاية. غب يا هلال، غب يا هلال، من بينها آتيك الجبال. غب يا هلال، غب يا هلال، ما عاد أمر
كذا محال بين السحائب والتلال. غب يا هلال، غب يا هلال. هيا ايش زالك وش بار عليك؟ ها هلو هلو. ايش بار لك؟ هنا الدجاج المشوي والسمك المشوي. طبعا السمك يجوز لك تاكله، الدجاج ما يجوز لك تاكله يا حبيبي، الله لا يهينك، لانه ما هو مذبوح على طريقة اسلامية. وهذا محل السكن حقنا اللي يسألون عن السكن الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمعون الضغط، قدور الضغط ولا ما تسمعونها؟ هذه البوابة حقت الفندق. هذا امزح، هذا سكن ناس هناك، في ناس هناك. يا روح وريكم غرفتي، وريكم عليكم تنبسطون بالممرات. تعرفون الحركة هذه، كل ما تمشي مع مكان يولع لمبته. طبعا هنا يعني معلش بوريكم، انا ما ادري ايش ليش ما تبغون تدرون، بس لازم اوريكم. هنا بوذا مو بوذا، الاله حقهم اللي يعبدون. اللهم لك الحمد على نعمة الاسلام. في هذا المكان يعتبر مكان مقدس عندهم، حاطين زيت له مدري، حاطين اشياء وكذا، وقاعد هنا صنم اللي يعني مثل غرفة الصلاة او كذا. في بعضكم بيقول الله يزيدنا بها جهالة هذه الاشياء، لكن انا اقول شيء يعني اعرف ثقافات الناس وخذ فكرة، وعشان تعرف ايش عندك فتقول الحمد لله. شوف كيف بتولع اللمبة دي، عرفت؟ فإذا عرفت زي ثقافة اللمبة دي، يوم عرفتها أنا خلاص هي نفس الفكرة. يعني إذا عرفت شيء كما قال أحد السلف، اعرف الشيء اعرف الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر جدير أن يقع فيه. فأنت اعرفها عشان تتحذر. الله يحفظكم جميعا. إني أوريكم المكان الثاني. طبعا الغرفة هذه رقدت في هذا اليوم البارح، جيت في آخر الليل الساعة 4 الفجر أو 3:30 كذا. هذا المدخل الصدق حق الفندق، وسابا سي يعني بحر سابا ولا، بس إنه مكان جميل جميل ورايق. تصدقون هذا المكان المدور حق التكاسي هنا ما يجي 10 متر، تدخل التكاسي من هنا يفتحوا لها الباب. أنا بروح غرفتي هي في الدور الثاني، خلني أشوف كيف هي، الله يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه غرفتي ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دورة مياه، في شطاف. منو اللي قال ان الفيتنام ما فيها شطافات؟ ودي ادري بس. يا سلام، جلسة هنا يا سلام. شوف والله العظيم يا هذا اللمبة انها تسوى عندي، بأكتب ذا الليلة الى نهار.
ما هي مشبوكة. تعود مشيطة ما هي مشبوكة. طبعا المشكلة فيها ثنائي يا جماعة. شوف هذا زي ما تقول تعلق مصنف ولا أشياء يعني من ثقافتك. هذه الثقافة هذا النقش الفيتنامي، هذا النقش يشتغلونه بأيديهم. إيش فيه هنا؟ أرواب مسلة حقت ملابس. طيب خلونا نطلع شوي. يا جلسة هنا في الليل. يوه. كنت هنا راقد البارح. يا سلام على الروقان. معلش أبغى أسويها. الحين بالدور الثاني ذا الحين، وهذا الدور الأول ما أدري أول ما أدري ثاني ما أدري ثالث. شوف هناك في مسبح بصوره بعد شوية إن شاء الله. والله إني طلعت الساعة 3 الفجر ذا الحين وإذا بالمطر يضرب. ما شاء الله تبارك الله. الله أعلم يا إخواني يجيهم مثلنا رعود وبروق مثل اللي يجينا. نحن هنا ما نسمع الرعود بقوة لكن المطر ما يوقف. لا إله إلا الله. الله أعلم تجي بروق. لا إله إلا الله. شفتوها قسم بالله انها جت بروق. وتصبحون على خير.